اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليك أفضل الصلاة والسلام. هنعمله مع بعض النهاردة يا حبايبي إن شاء الله المنين أو الجراجيش. ماشي. هنا معايا طبعا ملبن. أنا حاطة له معلقة سمنة بلدي وبشر جوز الهند. ماشي. وسمسم. وضايفة برضو على العجوة معلقة برضو سمنة بلدي وبشر جوز الهند وسمسم. معكم المكونات زي ما انتوا شايفين بسيطة خالص. معايا ريحة البرتقال وريحة الموز. ماشي. ومعايا طبعا 2 باكت خميرة و2 باكت بيكنج باودر و4 باكت فانيليا. ماشي. ومعايا كوبايتين لبن اهوت. هي لبن مش مسخناه ولا حاجة ولا هو متلج يعني بدرجة حرارة الغرفة. هنضيف 2 باكت خميرة. دلوقتي في الشتاء تحط خميرة يعني اللي انت عايزاها، مش زي الصيف يعني. الصيف بتكون يعني أقل خميرة بتخمر معاك العجين تتفاعل معاك. هنا طبعا هنضيف معلقة ملح صغيرة زي ما انتوا شايفين. حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله. وطبعا راح نضيف كوباية سكر كبيرة. ماشي. زي ما انتوا شايفين هنقلب الكلام ده كله مع بعضه، طبعا اللبن مع السكر مع الملح مع الخميرة، ونسيبها جنب مني تتفاعل عبال من ما نجيب الدقيق الجميل بتاعي ونضيف عليه المكونات الجافة. ماشي. زي ما انتوا شايفين. حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي ان شاء الله. معايا هنا ريحة الموز وريحة البرتقال. ريحة الموز والبرتقال ديت خامة نجيبها من عند العطار، ومعلقة ديت نشادر بسكوت. ماشي. او خميرة بسكوت. زي ما انتوا شايفين معايا 4 كيلو دقيق. ماشي. بس هنوسع نفسي شوية. هنضيف طبعا ريحة البرتقال معلقة صغيرة، اقل حاجة تعمل ريحة لان هو خام صراحة يعني. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. وزي ما انتوا شايفين يا حبايبي كل حاجة سهلة وبسيطة وبتعمليها وتكون في بيتك وعاملاها يعني، وريحة الخبيز بتكون حلوة في البيت، والحاجات الحلوة دي الأولاد بيفرحوا بيها وينبسطوا بيها وكده يعني. حبيبي يا رسول الله. هنا وزي ما انتوا شايفين راح نضيف 4 باكت فانيليا. ماشي. حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. طبعا 2 باكت بيكنج باودر. زي ما انتوا شايفين معايا. ماشي. نقلب الكلام الجميل ده كله مع بعضه. حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. وطبعا هنضيف معلقة النشادر البسكوت. والله مهمة جدا يا جماعة النشادر دي. يعني بتخلي معاك الجراجيش أو الكحكة أو أي حاجة، بتخلي ريحة حلوة وبتخلي يعني حاجة حلوة كده معاكي وتجرمش. لا إله إلا الله. وطبعا هنضيف السمنة. قلنا 4 كيلو دقيق عليهم كيلو وربع سمنة. معايا الكوز اللي في ايدي ده بياخد معايا انا وزناه بياخد نص كيلو سمنة. ماشي. وزي ما انتوا شايفين كل حاجة سهلة وبسيطة وبايدينا بنعملها كده. حطيت كيلو سمنة. ماشي. وهنضيف كمان ربع كيلو يعني اكتر من ربع معلقتين ولا حاجة. زي ما انتوا شايفين بتكون مظبوطة معاكم وزي الفل.
وهنضيف السمسم. السمسم دي انا جايباه متحمص جاهز، بس انا بنحب ايه ان انا نحط عليه معلقة سمنة بلدي كده ونحمصه على البوتاجاز. ماشي، عفوا يا حبيبي لان انا معايا برد والله. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. طبعا وهنقلب الكلام الحلو ده كله مع بعضه. ماشي، وهنبسس الدقيق كويس لما يعني الدقيق يشرب السمنة وما عادش الدقيق يبان معايا خالص. طبعا بسسه بايدينا، ايدينا نظيفة زي الفل، وكلنا بنعمل لأولادنا الأكل بإيدينا طبعا اهوت زي ما انتوا شايفين. والسمنة دافية معايا، ما هي سخنة ولا حاجة يعني جامد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليك أفضل الصلاة والسلام. لا إله إلا الله. اهوت نجيبه طبعا من ايه، من قعر العجانة من تحت، علشان خاطر نكونوا يعني ما يكونش فيه دقيق تحت في القعر ومش شايفينه. حبة حبة وكل حاجة بتكون زي الفل، بتتظبط معاك ان شاء الله. لا اله الا الله. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. حاجة حلوة زي الفل اهوت. بعد ما خلصت خالص طبعا هنا هنضيف، طبعا شايفين الخميرة تفاعلت معايا خالص في اللبن والسكر والملح، هننزل بيهم. ومعايا طبعا ايه كيلو ونص كمان لبن. انا يعني ايه انا مروباه يعني مخليه رايب، لبن رايب. ماشي، اهوت زي ما انتوا شايفين زي الفل، نزل قطع جميلة خالص وزي الفل. مش هنضيف كل مرة واحدة عشان خاطر ايه يعني بالراحة بالتدريج يعني. هنا بعد طبعا ما انا خلصت عجين. ماشي، ادي العجينة معايا هي زي الفل ملمسها ناعم، حاجة حلوة خالص. وانا طبعا مغطية بكيس مشمع نضيف. ناخده بس ايه حتة عجينة على قد ما هنشتغلوا فيها. وبعدين على فكرة انا سبت العجينة ارتاحت معايا شوية. ماشي، وعلى ما نقطعها ونخلصها تقطيع كده تكون معايا ايه خمرت وراحت زي الفل. وانا ندور الفرن البوتاجاز جنبي مني ونهوته خالص ونحاول اننا على طول اننا نعملهم على طول، نخبزهم في الفرن جنبي مني اهوت. ونقفله طبعا على الكرة بتاعت الملبن كويس، والكرة الايه بتاعت العجوة كويس. ماشي زي ما انتوا شايفين. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. انا مرضتش نمنتج الفيديو، قلت ايه خلينا ايه خطوة بخطوة كده مع بعض. اهي زي الفل معايا. ماشي، حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. زي ما شايفين ولادي معايا حواليا مبسوطين ان هم يعني ايه بيعملوا معايا حاجة كويسة. ماشي، وكل الامهات لما بتعمل حاجة ولادها بيكونوا مبسوطين وقاعدين حواليها وجنبها. وطبعا زي العادة كل الامهات يعني ما بتعملش شغلة واحدة، ايديها بتشتغل في البيت 100 شغلة في اليوم صراحة. زي ما شايفين حتى الغسيل جنب الغسالة وبنغسل برضو. وطبعا ربنا يقوينا كلنا على وقتنا. اللهم امين يا رب العالمين يا رب.
أنا طبعا طولت في الفيديو عليكم، حبيت نوريكم التقطيعة كويس. حاجة زي الفل صراحة، بسم الله ما شاء الله. وما تنسوش اللايك بقى معايا كده، وما تنسوش تشجعوني، تشتركوا في القناة ماشي، علشان يوصلكم مني كل جديد. وانا صراحة بقالي سنتين في قناتي تعبت فيها جامد، يعني ربنا عالم بيا، ونفسي انها تتفاعل وتكون كويسة. ربنا يوفقكم ويوفقنا جميعا يا حبيبي. شكرا لكل من بيدعمني يا رب، ربنا يطول عمركم. اهوت زي ما انتوا شايفين، حاجة حلوة زي الفل. ربنا يبارك في عمركم. لا إله إلا الله، سيدنا محمد نبينا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله. لا إله إلا الله. حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. اهوت زي ما انتوا شايفين، نقفله على الحاجة كويس بتاعتنا ماشي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. وزي ما انتوا شايفين هنا يا حبايبي، انا بنبطط العجينة كويس زي ما انتوا شايفين كده اهوت. وفي الاخر بنمسك حبيبي يا رسول الله، نعملها بالشوكة.
وزي ما انتوا شايفين كده انا بنخرمها بالشوكة كويس. ماشي، قبل ما نحطها في الفرن. اهي حاجة حلوة وجميلة وزي الفل. بسم الله ما شاء الله. وجرب الطريقة بتاعتي دي واعتمديها. دي اسمه منين غير الجراجيش، وهي نفس العجينة تعتبر يعني. حبيبي يا رسول الله. وفي ناس بتقول على قرص بالعجوة، وكل واحد حسب ما بيقول يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليك أفضل الصلاة والسلام. ودي يا حبيبي ندخلها الفرن. يعني بعد ما طلعت من الفرن حاجة عظمة. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. حاجة زي الفل زي ما انتوا شايفين. بصي يا حبايبي، نكسر لكم واحدة ولا اتنين معايا عشان تشوفوها. هي زي الفل صراحة، ولادك هيحبوها. وبصي صراحة تنفع للفطار، وتنفع يعني بالليل واحد يعمل كوباية شاي ولا كوباية لبن كده. بصي جميلة جميلة، حاجة حلوة خالص. صلاة النبي. حاجة زي الفل صراحة. أنا كل ده بندور على ايه؟ على الملبن اهيت. عشان نضيفه كله مع بعض. اهيت بالملبن. ماشي، زي الفل صراحة. وما تنسوش اللايك وما تنسوش الاشتراك، وتصلوا على حبيبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله. بسم الله ما شاء الله.